بسم الله. وأول حاجة أحب أبدأ بيها الصلاة على سيدنا محمد، وما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب واشتركوا في القناة، ويلا فعلوا رمز الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وعائلتنا تكبر معاكم. وما تنسوش رأيكم في الكومنتات. أنا إيمان، عندي 24 سنة، بشتغل في شركة عقارات، لكن إيه، ست بيت زي ما قال الكتاب. بحب شغل البيت زي عينيا، وبحب النظافة قوي، ودي بشهادة كل الناس. اتجوزت سامي، بس تالت يوم الفرح لقيت ماما بتكلمني في التليفون وبتقولي: ازيك يا ايمان يا حبيبتي، عامله ايه النهارده؟ ايه، صحيتك من النوم؟ لا يا ماما، انا صاحيه من بدري يا حبيبتي، يعني بروق كده في الشقه شويه، واستغليت ان سامي تحت عند مامته، ولميت السجاجيد ونشرتها كلها بره في الشمس عشان تتشمس. ايه، سجاجيد ايه يا بنتي؟ ده انتي لسه متجوزه بقالك يومين. اصلا انا يا ماما بصراحه يعني لمعه الارض مش عجباني، وانتوا بتفرشوا الشقه ما نضفتوهاش كويس. طب يا بنتي كنت اصبري لحد ما جوزك يخلص اجازته وينزل الشغل، وبعد كده ابقي روقي براحتك. عادي بقى يا ماما، ما هو مشغول مع مامته تحت. وبعد ما سامي نزل الشغل واجازته خلصت، بقى عندي وقت فراغ كبير، ما كنتش عارفه اعمل ايه. يعني كنت بقعد ازعق في الحيطان واغسل وانضف الدواليب والارض والشقه، لحد ما في يوم ماما كلمتني وقالت لي: انا زهقت قوي يا ماما، خلصت كل شغل البيت ومش عارفه اعمل ايه. طب بقولك ايه، ايه رأيك لو تتعلمي أكلة جديدة من على النت، اهو تضيعي وقتك؟ تصدقي يا ماما، فكرة حلوة قوي. وأول ما ماما قالت لي الكلام ده، قمت فتحت اليوتيوب، وفعلا اتعلمت أكلات كتيرة قوي، لغاية ما بقيت ما شاء الله عليا الأكل حلو قوي. وفي يوم سامي رجع من الشغل وقال لي: ايه الجمال ده يا حبيبتي، الأكل تحفة. أمال، ده أنا لسه هبهرك. وبقيت كل يوم أعمل أكل جديد من على اليوتيوب، وبقيت أستاذة، وسامي جوزي فرحان بيا قوي. وفي يوم عملت كبسة سعودي، دي كانت جديدة عليا، وطبعا كل حاجة بعملها كنت بنزلها على الواتساب بتاعي، لغاية أما لقيت بنت خالتي بتكلمني وبتقولي: ايه ده يا إيمان؟ لا بقى، دي خيانة، بقى تعرفي تعملي الكبسة وما تقوليش؟ لا والله يا حبيبتي، ده أنا يا دوبك لسه متعلماها من على النت. لا، أنا ماليش دعوة بالكلام ده، انتي لازم تجيلي يوم وتعمليها لي. ورحت فعلا لبنت خالتي وعملت لها الكبسة، ولقيت هناك خالتي كمان، وقالوا لي: يا ريت تعمل لنا شوية مخبوزات من اللي كنت عاملاها الأسبوع اللي فات ومنزلة صورها على النت وعلى الواتساب كمان، دي تجنن. وفعلا عملت لهم القرص، وكنت فرحانة قوي إن الناس كلها شايفاني شاطرة. وفي يوم رحت لأخت جوزي، كنا معزومين عندها، ولقيتها عاملة محاشي أنواع كتير قوي. بصراحة ساعتها خفت لحسن سامي يحب أكل أخته أكتر مني، فقمت يوم بدري ودخلت المطبخ من بدري، ولقيت سامي بيقول لي: يا سلام، ايه الروايح التحفة دي؟ طبعا، أنا عملت لك كل أنواع المحاشي، هتاكل صوابعك وراها. الله، ده ريحته شكله حلو قوي. ويا ترى إيمان هتفضل شاطرة كده في أكلها وفي نظافتها على طول، ولا ممكن يحصل لها حاجة؟ ده اللي هنعرفه في الجزء التاني والأخير، استنونا.